السلام عليكم حبايبي الحلوين. اليوم غادي نحضروا واحد الوصفة اللي كتكون لنا من جوز الهند اللي هو الكوك. يعتبر جوز الهند من الفواكه الاستوائية التي تتميز بالطعم اللذيذ، كما أنها تنتج لنا بالإضافة إلى هذه الحبات اللي هي خشنة، تنتج لنا أيضا الزيت والحليب. ويحتوي جوز الهند اللي هو الكوك على العديد من الفوائد الصحية، ومن بين هذه الفوائد نجد أنه مصدر غني للفيتامينات والمعادن، إذ أنه يحتوي على الألياف الغذائية وكل من فيتامين بي والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم، بالإضافة إلا أنه يحسن لنا عملية الهضم لكونه غني بالألياف الغذائية اللي بدورها كتساعد لنا على تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية. من بين فوائد جوز الهند نجد أيضا أنه يقوي لنا الجهاز المناعي لكونه يحتوي على المنغنيز مضادات الأكسدة اللي كتساعدنا في تقوية الجهاز المناعي. من بين فوائد أيضا جوز الهند أنه يساعد على فقدان الوزن، يقوي لنا ويعزز لنا وظائف الدماغ، يحسن خصوبة الرجال، ينظم مستويات السكر في الدم، يخفض خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة ومن أهمها سرطان القولون والثدي، بالإضافة الحماية من ألم المفاصل. إذا فوائد جوز الهند تتعدى ذلك لتشمل أيضا زيت جوز الهند وأيضا الحليب والماء. وحنا دابا الوصفة ديالنا من هذه أننا غادي نستخلصوا من هذا الجوز الهند الحليب. كنحتاجوا في الوصفة ديالنا الكوبين من الكوك جوز الهند، تقريبا، وغنضيفوا الجوز الهند غنضيفوا ليه واحد قريصه نتاع الملحه الهيمالايا او الملح الطعام، بحال غير شي شويه نتاع الملحه فقط، شي شويه. ثم كنحتاجوا الى تقريبا 4-5 أكواب من الماء الساخن. ثم نقوم بعملية الطحن لمدة تقريبا 3 دقائق إلى 4 دقائق للحصول على حليب جوز الهند. إذن نشوفوا دابا النتيجة النهائية. دونك كنحصلوا عليه بحال هكا. دابا غادي نديرو في هاد البول وغادي نصفيوه. هاد الزيف كيف ما كتشوفوا زيف حياتي، مخليه خصيصا فاش كنبغي نصفي شي حاجه كنديرها فيه. دابا كنحاولوا نعصروا داكشي اللي بقينا.
الحارة نعصرو الخليط اللي كاين. إذن هذا هو المستخلص ديال الكوك. هذا هو الحليب، حصلنا على الحليب. هو مغذي جدا وطبيعي 100%. رائحتها جد جميلة. وبالنسبة لهذا الكوك اللي بقى لينا، هذا الشيء ان شاء الله غادي نخليه حتى ينشف ونديروه في الفرن، ونعاودو نديرو به عدة استعمالات. نضيفوه في العصير ديالنا، في الحلويات الى غير ذلك. وهذه النتيجة النهائية من بعد ما وضعته في الثلاجة. الحليب وضعته في الثلاجة كما كنلاحظوا، دار لنا واحد طبقة صغيرة جدا. لو عندنا جوج طبقات، هذه طبقة نتاع الحليب وهذه طبقة نتاع الزبدة ديال الكوك. هذه مهمة بزاف وجدا. فوالا هي هذه مهمة بزاف وجدا لبشرة، الجلد، للشعر. هذه هو زيت الكوك الطبيعي 100%. رائعة جدا ومهمة جدا للبشرة. نديروها في يدينا، نديروها في الجسم، للحم ديالنا، الجسم ديالنا، نديروها في الوجه ديالنا، نديروها في الشعر. هي رائعة جدا للشعر، طبيعية 100%. بالنسبة للحليب راه نديروه في العصير، نشربوه طبيعي، مغذي ومقوي أيضا.